اذا عندك باذنجان وحايره واش طيبيه، روحي معايا نحضروا هذه الوصفه بطريقه جديده، يجي بزاف بنين واللي ذوقه راح يعجبه. هنا عندي الباذنجان غسلته مليح، مقسمه على 4، لكن ما تقطعوش كاع، غير تحدوا بهذه الطريقه وديروهم يا اما في الفرن ولا تشووه عادي فوق النار. انا شويته فوق النار باه يجي بنين، يجي فيه ديك البنه تاع الشوا. من بعد قشرته كامل، نعاود نحله في هذه المرحله مليح كما راكم تشوفوا. ديروا له شويه تاع الملح حتى ما يجيش صامت، ملحوه من داخل، تحلوه بهذه الطريقه. اذا درتوه في الفرن ديروا له شويه تاع الزيت من الفوق حتى ما يديرلكمش وقت طويل في الطياب، واحد ربع ساعه يكون واجد. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع الفرينه، والتوابل الاختياري اللي تفضلوا ديروه. عندي سكنجبير، بابريكا، فلفل كحل، ملح وشويه زعتر، وراح ندير فص تاع الثوم. هنا عندي حبه تاع البيض، ثم تقدروا ديروا بودره عادي ولموها بالماء. تبقاو تزيدوا غير بشويه الماء حتى تحصلوا على قوام يكون شويه خفيف ماشي ثقيل بزاف. اذا هذه هي الصلصه اللي وجدناها مع بعض. هنا نجيب هذاك الباذنجان بعد ما كنت ملحته كما قلت لكم من داخل، تغطسوها مليح، نرمدها في لاشابليغ ومن بعد نقليها على نار متوسطه. نتحموا الزيت مليح من قبل وتنقصوا عليها وتخلوها تطيب على غرضها حتى تجيكم طريه من داخل ومقرمشه من برا. هنا خليت لكم الصوت حتى تسمعوا هذيك القرمشه كيفاش تجي. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، فعلا تجي بزاف بنينه وتستحق التجربه. هنا درت لها شويه حصصه الجبن من الفوق، قدمتها مع الارز. بارطاجوا الوصفه حتى كامل بناتي يجربوها واشتركوا في القناه. سلام.